احنا اتعاملنا مع شركة جول سبورت في الملاعب في المدرسة بايونيرز. بيسلمونا النهاردة ملعب 11 على مساحة 7000 متر. وفي كمان ملاعب في مدرسة تانية، وهم بيتابعوا الشغل بتاعهم، بيتابعوا الصيانة. أي حاجة بتظهر في الملعب بيجوا على طول، أول ما بنطلبهم بيجوا يصينوها على طول. وبنشكر الشركة ونتمنى دايما ان احنا نتعامل معاها في أي شغل تاني. النهارده طبعا كنت بحب اشكر شركه جول سبورت للانشاءات اللي عاملاها عندنا في مدرسه بايونيرز. الشركه بقالنا اكتر من 6 سنين 7 سنين بنتعامل معاها. حاجه فوق الاحترام والتزام في المواعيد وشغل كويس قوي. في الصيانه كويسين جدا. اتعاملت مع استاذ هشام ومع كابتن محمد رضوان، طبعا اخواتي وحبايبي. معامله كويسه جدا جدا. روح كويسه في التعامل. اداء متميز في تركيب الحاجه، في صيانه الحاجه. اتمنى لهم التوفيق. أنا دكتور ياقوت محمود أبو سمرة، مسؤول أكاديمية الأهلي هنا، مدير أكاديمية الأهلي باسكندرية على ملاعب بايونير، ومسؤول كرة القدم بنادي دلفي. احنا النهاردة بنستلم الملعب بتاعنا الجديد، استاد بايونير. ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ إن شاء الله عليه تدريبات أكاديمية النادي الأهلي خلال الفترة الجاية، وهتيجي المسؤولين إن شاء الله بتاعت النادي الأهلي، كابتن شطة وكابتن خالد جد الله وكابتن محمود صالح وكل المسؤولين في أكاديمية النادي الأهلي إن شاء الله، علشان يتم افتتاح الملعب بإذن الله. وكل المشتركين إن شاء الله هيتنقلوا هنا. الميزة هنا إن الملعب طبعا كبير، هيسع كل المشتركين من 4 سنين لحد 16 سنة، كلهم هيتمرنوا في وقت واحد. في طبعا عندنا كذا فترة، فالملعب التاني الصغير كان مراحل سنية معينة، لكن ده ان شاء الله هيستوعب كل المراحل السنية اللي احنا ان شاء الله بنستوعبها. وهتبقى فترات الملعب ان شاء الله في فترات بالنهار وفي فترات بالليل. الملعب زي ما احنا شايفين ان شاء الله، ما شاء الله النجيلة جودة عالية، والشركة المنفذة شركة جميلة ومحترمة، وإن شاء الله كل خير بإذن الله في الفترة الجاية بإذن الله إن شاء الله.